يعد تطبيق التيك توك من أخطر المنصات على الإنترنت. السلام عليكم، أنا عبد الرحيم فياض، واليوم بهذا الفيديو راح نتكلم عن مخاطر تطبيق التيك توك. الأطباء النفسيون يحذرون وبشدة من تطبيق التيك توك لأنه يسبب في انفصام شخصية لدى الأطفال. يعد برنامج تيك توك مقاطع حديثة دائما بشكل مستمر، والمقاطع التي يعدها تطبيق تيك توك لا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين. لهذا السبب فإنه يتسبب في عدم إيصال الفكرة لأي شخص من الأشخاص، إن كان بالغا في السن أو كان صغيرا في السن. فلهذا لا تكتفي المعلومات كاملة. أنا شاهدت منذ يومين على تطبيق التيك توك مقطع لشخص يدعو على فتاة قصيرة في السن، فلهذا وجب علي التحذير من هذه الفيديوهات، وخاصة للأطفال. فيجب حذف هذا البرنامج من الأجهزة. إن كان لديك ولد لا يقل عن 18 عاما فيجب عليك أن تحذف هذا التطبيق من جهازه فورا. وهلأ بنجي للموضوع الأهم. إذا كنت مهتم بهاي الشبكات التواصل الاجتماعي فأنصحك نصيحة، أنك أنت بتكون صانع محتوى ولست المشاهد. خلك تكون أنت صانع المحتوى ولست المشاهد. فلذلك وفر جهد على نفسك واتعب على نفسك، وما في شيء مستحيل. لا يوجد شيء مستحيل في هذه الحياة. كن قدوة، كن قدوة وأنشر، ولكن بفعل الخير. وأتمنى تكون نالت إعجابكم هذه النصائح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.